في الفيديو ده هكلمكم عن 18 دولة مش محتاجين فيزا قبل السفر. مش محتاجين غير باسبورنا العادي اللي ما فيهوش لا شنغن ولا فيزا امريكا، ونقدر ناخد باسبورنا معانا ونحجز تذكرتنا ونروح على طول. بس قبل ما ابتدي حابة اكلمكم في نقطتين. اولا، انواع الفيز بتتغير من وقت للتاني، فلازم تعملوا البحث بتاعكم قبل ما تقرروا تسافروا على طول. تاني حاجة، اني اقول لكم لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد، وياريت كمان تشيروا الفيديو على صفحاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي عشان تفيدوا اصحابكم المهتمين بالسفر والترحال. ويلا بقى بينا نبدأ. اول دولة، واول دولة معانا هي دولة اندونيسيا. هي بلد من او في جنوب شرق اسيا، متكونة من مجموعة جزر، واشهر جزيرة فيها هي جزيرة بالي، وفعلا من احلى الجزر اللي ممكن تروحوها، لكنها زحمة جدا. وبتعتبر اندونيسيا واحدة من اكبر الدول في العالم من حيث السكان والمساحة. بتوفر اندونيسيا تجربة رائعة للمصريين، تجربة سياحية هايلة. تقدر لو رحت اندونيسيا تستمتع بزيارة العديد من المعالم السياحية الرائعة، زي معبد بروبودور اللي يعتبر واحد من اهم معالم البوذية في العالم، ومعبد برامبانان اللي بيضم اكتر من 500 تمثال للآلهة الهندوسية. كمان تقدر تستمتع بالاكل الاندونيسي اللذيذ زي اطباق النودلز والرز المقلي والساتيه والكاري والسوشي وغيرها من الاطباق الاندونيسيه. بشكل عام السفر لاندونيسيا تجربة سياحية رائعة للمصريين. هتستمتع بالشواطئ الخلابة والمعابد الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة والمأكولات الشهية. ده غير ان الاسعار في اندونيسيا كويسة جدا، وتعتبر رخيصة بالنسبة لأماكن سياحية كتير جدا في العالم. تاني بلد معانا هي الأردن، ودي كمان بلد في آسيا بتتبع بلاد الشام. تقدر لما تروح الأردن انك تعمل زيارة لمدينة البتراء اللي بتعتبر واحدة من أهم المعالم السياحية في الأردن، واللي بتضم العديد من المعابد والمباني الأثرية والمنحوتات الصخرية. تقدر كمان تغطس في البحر الميت اللي بيعتبر واحد من أكتر الأماكن شهرة في الأردن. كمان مش لازم يفوتك زيارة العقبة اللي بتعتبر واحدة من أفضل الأماكن في الأردن لممارسة الرياضات المائية. ما تنساش طبعا زيارة عمان عاصمة الأردن اللي بتضم العديد من المعالم السياحية الرائعة زي قلعة عمان وجامع الحسين والمتحف الوطني والأسواق التقليدية عشان تشتروا الهدايا ليكم ولحبايبكم وأصدقائكم. وعن تالت دولة معانا أو تالت بلد هي ماليزيا، ودي بلد في شرق آسيا. ولو عندكم وقت ممكن تروحوا ماليزيا وأندونيسيا مرة واحدة عشان تكون الرحلة أرخص بالنسبة لكم بالنسبة لتذاكر الطيران. وبرضو البلد حرفيا رخيصة جدا مش غالية، بلد نظيفة جدا الصراحة، خصوصا كوالالمبور. وطبعا فيها جزر مشهورة زي جزيرة لينكاوي وجزيرة تيومان وجزيرة ريدنج وجزر تانية كتير جدا. ما تنساش زيارة كوالالمبور عاصمة ماليزيا اللي بتضم العديد من المعالم السياحية الرائعة زي برج كوالالمبور والمتحف الوطني وحديقة الطيور والحدائق النباتية. كمان تجربة التسوق في ماليزيا تجربة هايلة، يعني هتتفسح وهتشتري الحاجات اللي حابب تشتريها. البلد الأسعار حرفيا فيها رخيصة جدا وأسعار مناسبة جدا جدا للشراء. أما عن رابع بلد معانا فهي بنين، ودي بلد أفريقية في الغرب ما بين نيجيريا وتوجو. وزي معظم الدول الأفريقية مش أكتر الدول أمان، محتاجين تاخدوا احتياطاتكم وتقروا شوية قبل ما تروحوا. لكن الطبيعة هناك تحفة، طبيعة جميلة جدا بشكل غير عادي. هتستمتعوا هناك بالحياة البرية والحياة البحرية. أما عن البلد الخامسة هي الأكوادور، والأكوادور هي دولة موجودة في الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، وبتشتهر بجمال طبيعتها المتنوعة وتراثها الثقافي الغني والمعالم التاريخية اللي موجودة فيها. الأكوادور فيها جزر مشهورة زي جزر جالاباغوس، غير ان البلد نظيفة جدا والشواطئ منتهى الروعة. تقدر كمان تستمتع بتجربة مثيرة في غابات الأمازون واللي فيها كم مهول من النباتات والحيوانات بما فيها القرود والنمور والطيور الملونة.
وعن سادة بلد هي دومينيكا. دومينيكا هي جزيرة في الكاريبيان أو البحر الكاريبي، وأقرب دولة ليها تعتبر فنزويلا. والجزيرة دي ليها طابع خاص تقدر تستمتع فيها بالحياة البرية والحياة البحرية. أما عن سابع بلد تقدر تزورها هي غينيا. غينيا بلد في غرب أفريقيا، والطبيعة فيها حلوة جدا. هي بلد على المحيط الأطلنطي، والبلد فيها تنوع طبيعي كبير جدا. هتستمتع بالحياة البرية والحياة البحرية، ده غير المتاحف والآثار اللي موجودة في غينيا. أما عن تامن بلد هي جورجيا. وجورجيا هي دولة بتقع في منطقة القوقاز في أوراسيا، وبتشتهر بتاريخها الغني والمناظر الطبيعية الساحرة. وعن تاسع بلد معانا هي هونج كونج. هونج كونج هي بلد موجودة في الساحل الجنوبي للصين. تقدر تروحها من غير فيزا، وتستمتع كمان بالجمال اللي موجود في هونج كونج. بتتميز هونج كونج بمواقعها الاستراتيجي على البحر الجنوبي الصيني، وتاريخها الغني المتنوع، وثقافتها الفريدة المتنوعة. هونج كونج واحدة من أكتر المدن الحضرية ازدحام في العالم، وبتتميز بمجموعة واسعة من الأنشطة السياحية والترفيهية والتسوق والمطاعم والمسارح والمتاحف والمعالم السياحية. أما عن البلد العاشرة فهي ماكو. ماكو هي جزر في الصين قريبة جدا من هونج كونج، وبتتسمى لاس فيجاس آسيا، وبتتصنف من أغنى الأماكن على الأرض، ونقدر نروحها من غير فيزا. بس المشكلة ال11 هي موريشيوس. وموريشيوس هي جزيرة في المحيط الهندي. الطبيعة هناك زي ما انتم شايفين خيالية، والبلد نظيفة جدا، خصوصا انها مش من اكتر الجزر شهرة، فلسه محافظة على جمالها وهدوءها. بقعة رائعة تقدر تروحها اول ما يكون معاك فلوس، تقدر تروح وتستجم هناك وهتستمتع استمتاع غير عادي. اما بقى البلد رقم 12 واللي تقدر تزورها كمصري من غير فيزا هي ميكونيزيا. ميكونيزيا هي بلد في البحر الكاريبي، بلد جميلة حرفيا، بلد رائعة. وعن البلد رقم 13 هي فلسطين. وفلسطين من أهم البلاد في منطقة الشرق الأوسط، بلد لها أهمية تاريخية وثقافية ودينية كبيرة جدا. ما تنسوش لما تروحوا فلسطين تزوروا المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والجدار الغربي. وعن البلد رقم 14 هي سانت كيتس ونيفاس، ودي جزر أو جزيرة في البحر الكاريبي والمحيط الأطلنطي. وعن البلد رقم 15 هي سانت فينسنت، وهم كمان وهي موجودة في البحر الكاريبي. والبلد رقم 16 هي إيران. وإيران دولة في غرب آسيا، بتتميز بثقافتها العريقة وتاريخها الغني المتنوع. وبشكل عام إيران تجربة سياحية فريدة وشيقة جدا. والبلد رقم 17 و18 هم السودان وجنوب السودان. الحقيقة ان السياحة في السودان وجنوب السودان تعتبر تجربة هايلة. هتستمتعوا بالمناظر الطبيعية الرائعة والغابات السودانية والثقافة الغنية والتاريخ العريق. هتستمتعوا كمان بالفلكلور السوداني الشعبي والرقص ورسم الحنة. الشعب السوداني شعب طيب جدا. ودول كانوا 18 بلد اللي ممكن تزوروهم كمصريين من غير فيزا. يا ريت تشيروا الفيديو لو عجبكم لاصحابكم المهتمين بالسفر ومهتمين بالترحال. وكمان لو لسه ما اشتركتوش في القناة بفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جديد.